يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مولد النبي، ربنا يا رب يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة والفرح، واكثروا اليومين دول من الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. انا جايلك النهارده بقشطه مولد النبي. بصوا، مفيش بيت ما بيحبهاش، ومعرفش ما عادوش بيحطها في علبه حلاوه المولد. فانا قلت يلا قومي تشطري ونعملها احنا لاولادنا. وده مقادير بسيطه تعمليها، وفي نفس الوقت هتوفري فلوس كتير. الحاجات دي بالشيء الفلاني من عند الحلواني. بصراحه ايه رايكم؟ بقول اشعار بصراحه. شايفين المطه جميله، واقول لك المقادير المظبوطه بالظبط اللي هتقومي حالا وتعمليها، وصدقيني هتنجح معاكي لو انتي مبتدئه او بتعمليها لاول مره. صدقيني مش هتفشل منك خالص، بس اتبعي الطريقه بالظبط، واقول لك على التكات اللي هتطلعها لك مظبوطه كده وبالمطه القويه دي. جميله وهتعجب ولادك. واعملي بقى كميه، ضعفي الكميه، لان ولادك مش هيشبعوا منها. حرفيا طعمها جميل قوي. انا من الناس لما بيبقى عندي كنت بجيب حلاوه المولد، اول حاجه بندور عليها انا وولادي القشطه دي. ما عادتش بتتحط في قلب العلبه بتاعه الحلاوه، فاحنا بقى ناس شطار نقوم نعملها احنا بنفسنا. بقى بكوبايه ونص سكر بس هتعملي الكميه الحلوه المعتبره دي، وولادك هيبقوا فرحانين بيها. يلا نشوف الطريقه ونسمي الله. اول حاجه هنا هنجيب حله ونحط فيها كوبايه ونص سكر. المقادير دي مظبوطه بالظبط، لا تزودي ولا تنقصي. هنحط عليهم نص كوبايه ميه ونوزعها حوالين السكر كده، ونحط نص كوبايه عسل جلوكوز. نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها السكر والميه هي اللي هنعاير بيها العسل، اللي هنمشي بيها المقادير، يعني اللي هتمشي بيها المقادير. وتحطي بقى ربع معلقه ملح ليمون او نص ليمونه، بس نزعي البذر منها علشان طبعا ايه ما تبانش. بس الملح الليمون بيغير، يعني بيدي مزازه حلوه كده. حاولي ان انت بيبقى موجود في كل بيت يعني. مقاديرها بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت تقومي تحضريها في ثواني. ولو انت مبتدئه صدقيني والله العظيم ما تخافيش واعمليها وعلى ضمانتي، بس امشي على الخطوات اللي انا بعملها. هنا هنحط 4 معالق بودره جيلاتين، ونحط عليهم نص كوبايه ميه ودوبوهم تدويبه حلوه قوي. هنا انا حطيت 3، بس ورا الكاميرا حطيت معلقه كمان، لان الجيلاتين بيدي مطه حلوه قوي في الملبن او القشطه، يعني او القشطه. هو ده العامل الاساسي اللي هيديك المطه المعتبره. طبعا السكر هنا هنديله اول غلوه في الشربات، ونبتدي نحط الملح الليمون زي ما انت شفتيني كده بطرف المعلقه كده. وهتبتدي بقى هي يعني ياخد غلوه التانية لمده 5 دقايق كده. اطفي عليه، واهم شيء ايدك تبقى فيه الاول عشان السكر ما يرقدش في قلب الحل. هنجيب هنا في الوقت ده بقى بدات احضر القالب بتاعي، واحط ودهنت الكيس زيت، وهبتدي ارش رشه جوز هند، وممكن تحطي زبيب برضو، بس خلي جوز الهند الاول وبعدين الزبيب. الجيلاتين انا حاطه ميه دافيه عشان يسيح معاكي بسرعه، يعني نص كوبايه ميه دافيه كده علشان الجيلاتين ما يدوب معاكي بسرعه. شايفين تخن ازاي بقى؟ هنا كان الشربات خلص، بدات افضيه في قلب الطبق وهو سخن، وحطي عليه الجيلاتين وابتدي اشتغلي فيه. طبعا وما تنسيش الفانيليا. الفانيليا طبعا عشان تدي ريحه حلوه، او ميه ورد او ماء زهر براحتك، بس انا بحب القشطه بصراحه انها تبقى فيها الفانيليا. وابتدي بقى بصي، انا بوريكي المراحل بتاع المضرب. انا كنت هنا بوقف المضرب كل ثواني كده عشان طبعا المضرب ما يبص منك. كل مرحله شايفين اللون بيفتح كده، لسه عايزه ضرب، شايفين سايح لسه. هوريكي برضو المرحله الاخيره، هتعرفي ازاي ان انت كده خلصتي وانها تطلع معاكي مظبوطه. هتبتدي طبعا انا بدات اضرب لمده 10 دقايق، الضرب هنا لمده 10 دقايق. هتبتدي تدوق كل فتره وفتره، بسيب المضرب دقيقه يعني مش ورا بعضه كده. برضو لسه احنا هنعرف انها انضربت ازاي وخلص، يعني خلصت. هتلاقيها شبكت في قلب المضرب، مسكت كده عامله زي الغيره، عامله زي اللزقه بغيره. هنا شايفين هتلاقيها لفت في قلب المضرب لفه جامده كده. تعرفي ان هي خلاص كده السمك بتاعها. واهم شيء تفضي وهي سخنه بسرعه، لانها لو بردت منك مش هتعرفي تنزليها. وبعد كده تقومي حاطه بقى الزبيب، وبعدين فوق الجوز الهند، عشان طبعا الجوز الهند ما يعملش عازل، الزبيب يقع منك بعد ما تبرد يعني. وابتدي بقى هنا الكيس طبعا انا كنت دهناه زيت من الطروف، فابتدي اقفل بالكيس وهسيبها على الرخامه. اوعي تحطيها في التلاجة. طبعا ده بقى عدى عليها بالظبط ساعتين.
ممكن تعملها من بالليل لتاني يوم، بس هي بصراحه ساعدتني وخلصت في ثواني يعني. ساعتين على الرخامه ولا 3 ساعات وبدات اقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني انا عاملاها الساعه 5 بعد العصر، عاملاها قطعتها الساعه 8. شايفين تحفه وطعمها جميل. وطبعا وانت بتقطعيها دهني السكينه بتاعتك زيت عشان ما تلزقش فيها كده، وتعرفي تقطعيها بكل سهوله. طعمها جميل وتستاهل التجربة. وما نعمل حاجتنا في البيت، كوباية ونص سكر، مش مكلفة خالص، وحاجة سهلة وجميلة. يعني عملت لي ايه بتاع كيلو. شوفي الكيلو دلوقتي بكام بره. انا كنت ببعت اجيب الكيلو والله من عند بتاع الحلويات يعني، بعيد عن حلاوة المول. شايفين المطة جامدة فيها وطعمها جميل، بس اهم شيء ما تحطهاش في التلاجة. هي هتجمد لوحدها وهتمسك زي ما انت شايفة كده. وامشي بالمقادير اللي انا قلتها لك بالظبط، لا تقللي ولا تزودي. وصدقيني هتاكلي احلى طبق ياكل العيله كلها. واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.